وسط رفضه مظاهرات يوم الجمعة المقبلة، وأكد دعمه للرئيس محمد مرسي على اعتبار أنه رئيس منتخب وصل إلى سدة الحكم بإرادة شعبية. وأكد الحزب في مؤتمر صحفي تضامنه مع المطالب بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين وضرورة فصلها تماما عن مؤسسة الرئاسة، وطلب بفتح أبواب الحوار مع الجميع والاستماع لكل الآراء المختلفة. ومعي من بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. أحمد، ما هي الأسباب التي ساقها حزب الوسط في إعلان رفضه لمظاهرات يوم الجمعة غير الأسباب التي ذكرناها؟ نعم سوزان، بالفعل أعلن حزب الوسط في مؤتمر صحفي عقده بالأمس رفضه التام لمظاهرات 31 أغسطس. وقال الدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد حزب أن سبب الرفض أن الداعين لهذه التظاهرات غير موثوق في دعواهم، ودعم الحزب بشكل كامل الرئيس محمد مرسي على اعتبار أنه رئيسا منتخب وصل إلى سدة الحكم بإرادة شعبية عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، في الوقت الذي أكد فيه تضامنه مع الرأي المطالب بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين وضرورة فصلها تماما عن مؤسسة الرئاسة. وقال زايد أيضا أن حزب الوسط يعيد ترتيب أوراقه للمشاركة السياسية في إطار الأوضاع الراهنة، مؤكدا سعي الحزب لعمل تيار ليس في الإسلام فحسب ولكن وسطي في جميع المجالات والأفكار. وأشار الأمين العام المساعد لحزب الوسط إلى أن الشعب المصري أصبح جزءا هاما ولا يستهان به في المعادلة السياسية بعد الثورة، ولن يتنازل عن هذا الدور إلى الأبد، ولكن الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية تقصر في حقه في جميع خدماته، وطالب بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة من قيادات النظام بإرادة سياسية حقيقية للتغيير إلى الأفضل. وقال الدكتور رشيد عوض عضو الهيئة العليا للحزب والنائب السابق أن كل الداعين لمظاهرات 24 أغسطس و25 و31 غير موثوق في دعوتهم، ولذلك لم نشارك، ولكن نعرض بالطرق القانونية كل ما نراه في غير مصلحة البلاد. وأضاف أيضا أن الحزب سيدشن الجمعة المقبل حملة اضغط، وستكون الانطلاقة من بورسعيد بهدف استخدام جميع وسائل الشعبية لتحقيق مطالب الشعب حتى وإن وصلت للتظاهر في أي مكان بمصر. وأشار إلى دعوة الأحزاب للمشاركة بإيجابية وميدانية في الحملة التي سيكون لها مندوب في كل حي لرفع مشاكل وحصرها ثم ممارسة الضغط الشعبي على المسؤولين التنفيذيين لحلها. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي في أحمد الجمال من 18 شخصا من بينهم 11 سائحا فرنسيا